الاصابه محمد ماجد قناش، خرج الاصابه ونزول مصطفى صلاح، لو كان متواجد محمد ماجد بنفس الاداء في الشوط الاول كان تعب نادي الزمالك بنفس الاداء لغايه ما خرج على المستوى الدفاعي. سيبك من الحته الهجوميه، يمكن الحته الهجوميه ما طلبتش منه كتير في الشوط، انما على المستوى الدفاعي انا شايف انه كان موقف احمد سمير وموقف عمر جابر وموقف كمان احمد عيد عبد الملك. ودي لازم احمد عيد عبد الملك في اوقات كتيره جدا كان بيخش القلب عشان يقابل محمد ابراهيم، وكنا بنشوف اكتر من 5 لاعبين موجودين في القلب. اللي عجبني في اتحاد الشرطه هو تنفيذ تعليمات مدير الفني. محمد حلمي انا في رايي مدرب اكثر من رائع، لانه في الشوط الثاني عمل على الكثافه اللي موجوده في نص الملعب، وكثافه رائعه ب3 لاعبين امام ال4 مدافعين، بالاضافه كمان بتتكلم على طرفين الملعب ادوارهم دفاعيه بشكل صارم، اثر كتير على قوه نادي الزمالك في ثلاثيات او ثنائيات اللي هي الاطراف اللي على الطرفين، الطرف اليمين والطرف الشمال. ولذلك الزمالك لم يجد مساحات بالجمله زي ما كانت في بعض المباريات. النقطه الثانيه والاهم هو تقارب خطوط كل اتحاد الشرطه. بتكلم على 4 لاعبين، احمد كمال وحسام عبد الجواد وعماد حلمي ورضا العزب، وقدامه 3 لاعبين. بمناسبه خط الدفاع معنا على الهاتف طبعا الكابتن حسام عبد الجواد.